السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم كويزين زين إدريسي. عودة بعد غياب طويل لدام سنة وشهرين على ما أعتقد من حقيبة الولادة. ما شاركت معكم حتى حاجة. فاليوم بغيت نشارك معكم واحد البريوات وواحد السيجار كنت درتهم في عيد ميلاد ديال سلطان، وكانوا نالوا الإعجاب ديال العائلة القريبة اللي كانت حاضرة. المهم غيبت بزاف، نتمنى انكم ما تكونوش نسيتوني، ونتمنى انكم دائما تخليوا لي التحفيز ديالكم والتشجيع ديالكم باش كنحاول انني نشارك معكم كل شيء. صراحه تيصعب عليا التصوير في هاد الظروف لانه معايا طفل اللي هو صغير، ولكن غادي نحاول ما امكن انني نشارك معكم. كانت تجربه اللي هي زوينه مليئه بالاحاسيس، كانت تخلط عليا كل شيء ولكن الحمد لله خديت وقت باش نتعاطف معها، والحمد لله في الاخير انه الحمد لله. هاد الموضوع نهضروا فيه مرة أخرى. ودابا بغيت نشارك معكم هاد الاشياء لانه وجدت مع طلقتكم عاد بدات وجايه حطيت لكم نهار الاول د رمضان. مبروك عواشركم، وتخليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه وكل ما تتمنوا ان شاء الله. نخليكم مع المقادير مع طريقه التحضير، نتمنى لكم فرجه ممتعه. غادي ناخذ واحد المقيله، غادي نوضع فيها شويه ديال الزيت، وغادي نسين عليها تسخن واحد شويه، وغادي نوضع فيها قطع ديال الدجاج او قطع ديال لاذاند اللي بغيتو، مهم انه يكون لحم ابيض. غادي ندير انايا هنا 500 غرام من لاذاند، وغادي نحاول هكا انني نشحرو. غادي نضيف عليه واحد 2 فصوص ديال الثوم، 2 فصوص ديال الثوم، وغادي نبدا نشحر الكل حتى يبان لي الدجاج ديالي انه هبط. لاذان ديالي عفوا، لكم الاختيار ديروا الدجاج ولا لاذان اللي تتفضلوا واللي متوفر عندكم. فانا جهد عليه شويه العافيه، وغادي نبقى نحرك هكا. فانا راه تشوفوا عندي ما تطلقليش مزيان فجبدته، ولكن ما تطلقش، بقى شي شويه جامد ماشي مشكل. غادي نبقى نحرك فيه وراه دغيا تيطيب. منين غادي نوصل لهاد النتيجه وغادي يصبح عندي بهذا الشكل، فهنا عاد غادي نبدا انني نتبلو. هانتوما شفتوا، فانا مثلا نحاول انني نقطعو بالمعلقه ديالي الخشبيه فهو تيتقطع ساهل. غادي نضيفو شويه ديال الملح، غادي نضيف شويه ديال السكينجبير او الزنجبيل، وغادي نضيف كذلك عفوا وغادي نضيف كذلك واحد المعلقه كبيره من القزبور يابس. فهادو هما 3 ديال الحوايج اللي حنا غادي نديروهم مع هذا لاذاند ديالنا. صافي غادي نديهم نجيبو هكا في المقله بسرعه، هذيك العطريه تخلط معاه، وغادي نطفي عليه، وهكا غادي يكون الدجاج ديالي فهو واجد. هانتوما شفتوا المقله ناشفه من الماء، وملي تنقطع الدجاج ديالي يتقطع. فغادي ندوز غادي نطحنو باش يصبح عندي فريتات صغيورين. فهانتوما على هذا الشكل. وغادي نجيب البول ديالي باش هكا غادي نخويه فيه. هاد الحشوه على فكره فهي سهله 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 بزاف وسريعه في التحضير، فغادي نبقى نحاول نشارك معكم الاشياء اللي هي سريعه. وغادي ناخذ هاد البودان ديال السوريمي، فهو اللي غادي نخلط معاه. هذه فيها 300 غرام، انا غادي نديرها كلها. وانتم خذوا هاد السوريمي اللي منسم باللي بغيتو، كاين اللي بالكروفيت، كاين اللي بالكراب، كاين اللي بالصومو. انا هذا اللي خديته فهو منسم بالصومو، وحتى هو غادي نطحنو بحال اللي طحنت الدجاج ديالنا. فغادي نضيفو على الخليط الاول. هانتوما شفتوا فاش تطحن تيجيو فريتات هكا صغيورين. صراحه هاد الهاشوار راه الرحمه ديال الله. فهنا الحشوه ديالنا فرا تقريبا قربت تكون جاهزه. غادي نزيدو عليها هاد الفرماج او هاد الجبن اللي غادي تحتاجوه بزاف في المطبخ ديالكم، وهو زوين بزاف ومذاقه زوين. وشوفوا كي تيجي عاقد وتيصبر معنا في الثلاجه المده اللي هي اطول. فهو انا عندي هاد السطيل هذا فيه كيلو، وكاين اللي فيه 2 كيلو، فتقدروا تاخذوا نتوما اللي تيناسبكم على حسب عدد الافراد ديالكم. فغادي نزيد الكميه اللي منين غادي نخلطو غادي يتجمع لي الخليط ديالي، وغادي يولي هكا شاد فراسو عاقد.
فانا تنعتذر منكم، راني خدامه هي بيد وحده، راني هازه السلطان باليد الاخرى، فحتى السطله ما تنتحكمش انني نجبد منها الجبن. المهم، هادو من الاشياء اللي اللي غنبقى نعيشهم دائما، لانه بعض المرات تنبدا نخدم وهو ناعس، ولكن منين تيفيق فتكون مضطره انني نهزو، تيجي تيبقى يقيس، تيبغي يقيس الكاميرا، تيبغي يقيس التريبي، تيبغي يقيس اي حاجه. فمهم نخدمو هو في يدينا ماشي مشكل. وغادي نسموهم بالاعشاب المنسمه ديال بروفانس. اللي ما توفروش عنده في البيت يقد يدير الزعتر، يقد يدير ازير، يقد يدير اي اعشاب هو تيفضلهم. فغادي ندير تقريبا واحد المعلقه كبيره، وهكا غادي نخلط الخليط ديالي كامل وغادي يصبح عندي جاهز. ف نخلطو ونرجع معاكم. فهانتوما نبقاو نخلطوه وتنبقاو ندخلو داك الجبن مزيان في الخليط ديالنا، وحنا تنمعكو بديك المعلقه باش هكا نشوفوه واش صافي اكتفينا من الجبن اللي هو درنا ولا باقي خاصنا نزيدو. فانا تقريبا درت واحد 4 المعالق كبار من الجبن. غادي نجينا نعبروهم، غادي نقولوا واحد 200 غرام يمكن او 180 غرام ديال الجبن. ها نتوما تيجينا بحال هكا ملي تنجيو اننا نجمعوه تيتجمع صافي. غادي ناخذ الورقه ديالي، انا خديت الورقه اللي هي كبيره، غادي نحيد لها هكا الجوانب، دوك الجوانب تيكونوا شي شويه ناشفين، فحاولوا انكم تحيدوهم بالمقص باش يبقى المنظر ديال السيجار ديالكم زوين. غادي نطويها على 4 وغادي نقسمها هكا في النص، وغادي نرجع نحل هذاك النص باش غادي نقسمو حتى هو في النص، باش هكا نحصل على مثلثات اللي بيهم غادي نخرج السيجار ديالي. غناخذ المثلث الاول. هنا انا خلطت واحد الخليط فيه شويه ديال الطحين وشويه ديال الماء، يكون شي شويه ثقيل باش هكا غادي نلصقو به. غادي نديرو الجهه الحارشه لداخل والجهه الرطبه على برا، وغادي ناخذ كميه من الحشو ديالنا، وغادي هكا نبقى نقادو بالاصابع ديالي ونطولو شي شويه، ما ديروش بزاف وتحاولوا انكم تعمروه بزاف، لانه تعرفوا فيه الجبن، والجبن اللي تندخلوه للفران ولا تبغيوش تخليوه في الزيت الا ما كنتوش مخليين له اتساع فين يقد يتنفخ شي شويه في البريوه او في السيجار، فراه غادي يطرطق معاكم. ديروا هي شويه، ها نتوما كما تشوفوا فراه ديروا بودان اللي هو هكا شويه رقيق ويكون طويل، ومنين تلووا ما تزيروش هذيك اللويه الاولانيه، خليوها واحد شويه وصافي هكا. من بعد منين تنوصلوا للاخر ديال السيجار كما تشوفوا، فانا تنحاول انني نديه ونجيبو فوق من سطح العمل باش تيلصق مزيان وباش يتوزع الحشو على السيجار كامل. وإذا بغيتو تدخلوه للفران فراكم تدهنوه بشويه ديال الزيت والزبده، تكونوا موجدين هذا الخليط ديروه في قريعه. بغيتو تقليوهم فلكم الاختيار، ولكن انا تنفضل انني نديرهم في الفران. من بعد ما كملت الكميه كلها وستفتها، فانا غادي ندخلها للمجمد حتى تماسك باش هكا نحاول اني نجمدها. الحشو الثاني غادي ناخذ المقله ديالي، غادي نوضع فيها الزيت، المقله راني درتها شي شويه تسخين من قبل، وغادي نضيف عليها عندي هنايا واحد 2 فصوص ديال الثوم، وعندي واحد الحبه ديال البصله. البصله فانا مقطعاها رقيق، بغيتو تطحنوها في الهاشوار فماشي مشكل، عندكم الاختيار. وغادي نبقى نحرك هكا واحد شويه، نساين على البصله ديالي والثومه حتى تدبال وتهبط. فانتما كما تشوفوا هنايا ها هي هبطات البصله ديالي. فانا غادي نضيف الفلفل الاخضر حتى هو حبه مقطعه رقيق بزاف. البنات البصله اللي انا خدمت فهي البصله خضاريه، تجي زوينه في الحشوات. حنا عارفين ثمن البصله دابا كيفاش وصل، 15 درهم. فهاد البصله الخضاريه هي راه تجي زوينه، تجي ما بين البوارو وما بين البصله في المذاق ديالها، فانا تعجبني في الحشوات بزاف اكثر من البصله الاخرى. وغادي نضيف واحد الحبه الجزر اللي هكا محكوكه في الحكاكه رقيقه. فغادي نخلط الخليط ديالي مزيان، وغادي نتسنى عليه ان داك خيزو حتى هو يهبط باش هكا نضيف باقي المكونات. في هذا الاثناء انا غادي ندوز باش غادي نصاوب الشعريه الصينيه ديالي. غادي ناخذ هذا النوع الشعريه الصينيه عفوا هو اللي تنخدم به. غادي ناخذ هنايا واحد 3 ديال الدوائر، وغادي نضيف عليهم الماء اللي هو طايب. غادي نضيف شويه ديال الملح، وغادي نشعل عليه النار واحد 5 دقائق. المهم تطلع فيها الغليه وتحل هكا وتفرز، لانه هذه تتبغي انها طيب واحد شويه، ماشي بحال الاخرى خيو عليها هي الماء طايب. غنصفيها وغنقطعها. غادي نرجع للمقله ديالي، غادي نضيف علبه من الفطر
الابيض اللي هكا مقطع حتى هو رقيق، او دوزوه في الهاشوار اللي بغيتو. وحتى هو غادي نحركو واحد شويه يتشحر معايا واحد شويه باش هكا نكمل. من بعد غادي نضيف قطع ديال الدجاج اللي هو مقطع رقيق ومقطع صغير، لان كيف قلنا غادي نحتاجوه للحشوه ديال البريوات، فيكون صغيور هكا باش ما يعذبناش من نكونوا تنجمعوه. من بعد غادي نضيف الفطر الاسود. فهنايا استعملت انا واحد الكيس فيه 25 غرام، اللي هو الفطر الاسود. تعرفوا اننا ترطبوه في الماء اللي هو طايب، وعاد تغسلوه مزيان، تتنشفوه وطحنتوه في الهاشوار باش يجيني هكا رقيق بزاف. فغادي نشحرو مزيان. كيف قلت لكم انا استعملت هاد النوع، هو اللي خدمت به، راه متوفر في الاسواق، فيه 25 غرام، خدمت بها كامله. هنا غادي ناخد شويه ديال الزيتون خضر، وغادي ناخد كذلك واحد 4 الحبات ديال الكورنيشو، فانا قطعتهم هكا. وغادي ناخد واحد نص حامضه مصيره اللي انا محيده ليها اللب ديالها، خدمناها هي بالقشره. غادي نطحن الكل جيدا باش غادي نضيفوه على الخليط ديالي اللي هو في المقله. وغادي نعاود نشحر الكل جيدا. اي حاجه ضفناها فتنعاوتاني نشحروها. هنا غادي نضيف الشعريه الصينيه ديالي، غتشوفوها مقطعه عندي رقيق، فتا هي طحنتها في الهاشوار، لانه كيف قلت لكم معايا وليد صغير في الدار، ما يمكنليش نبقى عاد اي حاجه نديرها بيدي، نحاول نسرع عليا العمليه. هنا غادي نضيفو التوابل. غادي نضيف الملح، انتم شفتوا ما درتش توابل بصفه نهائيه في الاول. غادي نضيف كنور ديال الدجاج، فهو تيبقى اختياري، بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش تضيفوه ما تضيفوش. الناس اللي ممكن تيفضلوا انهم يزيدوش هاد المنكهات. غادي نضيف القزبور يابس، واحد المعلقه كبيره ديال القزبور يابس. غادي نضيف سكينجبير، واحد معلقه صغيره. وغادي نضيف معلقه من المطارد، وكذلك واحد المعلقه صغيره من الهريسه، او معلقه ونص، نتوما لكم الاختيار، بغيتوها حاره اكثر فحرروها. وغادي نضيف صوص صوجا، واحد تقريبا 3 المعالق كبار، فهو اللي غيعطينا هذيك المذاق ديال الطعم الاسيوي اللي حنا تنقلبوا عليه. وكذلك غادي نضيف القزبور، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال القزبور، يكون مقطع حتى هو رقيق. وغادي نخلط الكل جيدا. راه باقي فوق من النار، شعل عليه النار. الكل جيدا باش كلشي تشرب عندي هذيك العطريه اللي انا درت، وديك التوابل اللي درت، الفيرميسيل تجي شاربها، كلشي شاربها. من بعد نتوما تشوفوا ملي تنبدا نحرك تتبان لي المقله ناشفه، ما بقاش فيها الماء. فهنا الحشوه ديالي راها جات جاهزه. غادي نخليها تبرد، وغادي عاد نعمرها. من بعد غناخذ الورقه، غادي نقطعها هكا على 4، وباش نحصل على شرائط اللي هما طوال باش نصاوب البريوات ديالي. غادي ناخذ الشريط الاول، الجهه الحرجه هي اللي تكون عندي الفوق، والجهه الرطبه هي اللي تكون على برا. غادي ندير الحشو، وغادي نبدا نطوي بهذا الشكل كما تتشوفوا. في الاول حاولوا انكم تشدوا هذوك القنات باش ما تخليوهمش محلولين. ملي تنوصلوا للاخر فانا تنقص شويه من الورقه، وغادي نخشيها تحت من الورقه الاخرى هكا لداخل. اللي ما عرفش يدير هذه الطريقه فيلصقها هي بالدقيق والماء، صافي تتخشى تجينا على هذا الشكل. فغادي نكمل معكم بنفس الطريقه وحدين اخرين. غادي ندير الحشو، غادي نشد داك القنت بصبعي كما تتشوفوا، والقنت الاخر، ونكمل اللويه هكا حتى الاخر. فنتمنى ان الطريقه تكون مفهومه ويكون الفيديو شارح راسو. ها نتوما نعاود معكم. غادي نشد هكا تنبرك على داك القنيات الاول والقنيات الثاني، المهم المرات الاولين. من بعد فرا تولي سهله انكم تمشيو بها عادي جدا وبطريقه اللي هي سريعه. فغادي نكمل باقي الكميه اللي هي عندي بنفس الطريقه. بغيتو ديروهم صغر من هكا قطعوا الورقه صغر، فانا تنفضل البريوات يكونوا مالحين يكونوا كبار، وهكا لا تصاوب تشكيل اخر عاوتاني دابا نصاوبو صغر عاوتاني. من بعد ما كملتهم كاملين ستفتهم في البلاطو، فرقت بيناتهم بالبلاستيك، وغادي ندخلهم للمجمد حتى يجمدوا، باش هكا نجمعوهم باش نحتفظوا بهم في المجمد. من بعد ما شدوا راسهم وتماسكوا، فغادي هانتوما كما تشوفوا غادي ناخذ بلاستيك غذائي، وغادي نبدا نستفهم فيه
طريقة اللي هي سهلة عادي، ستفوهم كيما بغيتو، فهيري باش يجيوكم مستفين في الفريغو صافي، خصوصا اللي ما عندوش الكونجيلاتور، عنده غير المجمد ديال الثلاجة، فلا ما نظمناهش ما تلقاو فين نحطو. فانا هكا فرقتهم في اكياس الكميه اللي بغيت، غادي نجبد داك الكيس. بغيت كتر غادي نجبد 2 اكياس، ولا المهم على حساب الا كان عندكم الضياف جبدوا كتر. ولي سيجار ديالنا حتى هما غادي نستفوهم بنفس الطريقه. تنتمنى الفكره ديال اليوم انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، تنتمنى انكم بصح تجربوهم، تنتمنى لي كومونتير الزوينه ديالكم تخليوهم ليا، تنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع حبابكم مع صحابكم، وانكم هكا تشجعوني باش نزيد نصور ونزيد نعطيكم دائما الجديد. ونتمنى نكون خفيفه على قلبكم وما تكونوش نسيتوني، ونتلاقاو في فيديوهات قادمه باذن الله.